السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معاكم مطبخ فيري. هنعمل النهاردة ان شاء الله الكبدة بالردة اللي احنا بنشتريها من بره. ان شاء الله هوريكم طريقتها سهلة جدا، وان شاء الله مش هتجيبوها تاني من بره، هتعملوها على طول في البيت. طعمها وريحتها نفس اللي بتجيبوها من بره بالظبط، بالعكس كمان هتبقى مش مكلفة زي بره. احنا عارفين ان اكل بره طبعا غالي، انت هتعمليها في البيت على الاقل هتبقي ضامنة الكبدة جايباها من عند الجزار صبحة وكبدة بلدي. ما احناش ضامنين طبعا اللي بره. فهي ان شاء الله زي ما انتم شايفين اهي، باذن الله تعجبكم. اهي شايفين شكلها نفس اللي بتجيبيها من بره، والطعم والريحه مش قادره اقول لكم. ان شاء الله تعجبكم، وما تنسوش بقى ان شاء الله تشجعوني بلايكاتكم وتشتركوا في القناه. ويلا مع بعض نشوف الوصفه النهارده مقاديرها ايه وطريقتها ايه. وهي يا حبايبي المقادير اللي هنعمل بيها الكبده اللي برده النهارده ان شاء الله هتعجبكم، هتلاقوها احسن من بتاعه المحلات، ولا هتفك منكم في الزيت ولا اي حاجه. معانا زي ما انتم شايفين نص كيلو كبده، بصوا متقطعه شرايح زي ما انتم شايفين اهي. تخلي الجزار قوليله عايزاها شرايح رفيعه زي ما انت شايفه اهي. مقطعها، غسلتها ونقعتها كويس وصفيتها خلاص. بعد كده عندي بقى التتبيله بتاعتي دوت: بصل مفروم وعليه فصين توم مهروسين، حطيت عليهم فلفل اسمر وملح ومعلقه 7 بهارات، معلقه صغيره خلاص، وحطيت معلقتين خل زي ما انتم شايفين كده. ومعايا بصوا ده مج بقسماط ناعم خلاص. وده بقى ربع مج رده من اللي هي بتاعه العيش، هتجيبيها من الفرن او من العطار. الرده اللي هي بتاعه العيش الاسمر اللي بناكله، هتحطي مج قصاده ربع كوبايه، ربع المج رده، يعني كوبايه بقسماط ربع كوبايه رده خلاص. اول حاجه هننزل بقى بالمقادير بتاعتنا. هنجيب الكبده بتاعتنا وننزل بيها بالتتبيله اللي احنا عملناها. لازم يا بنات تحطي معلقتين الخل وتحطي البصل مع الثوم، عشان هو ده اللي بيديها النكهه والطعم اللي انت بتشميه وتشوفيه وتحسيه في الطعم بتاعت الكبده المرده بره. تلاقي كده ليها طعم كده جميل وريحه جميله جدا. هي بتبقى كده بصل على ثوم، وتحطي ملح وفلفل اسمر والسبع بهارات ومعلقتين الخل خلاص اهي. ونسيبها بقى كده في التتبيله دي كده مثلا حوالي ساعتين 3 لحد ما تيجي تعمليها خلاص. هنسيبها بقى كده حوالي ساعتين 3 تتبل، وهنشوف بعد كده هنعمل ايه. وبعد بقى يا حبايبي ما سيبنا الكبده اتبلت زي ما انتم شايفين كده، قعدتها حوالي 3 ساعات. لو انت عايزه تسيبيها اكتر، كل ما بتقعد في التتبيله اكتر كل ما بتبقى طعمها احلى كمان وبتستوي معاكي بسرعه خلاص. بصوا بقى اعمل ايه بقى. هجيب البقسماط مع الرده اللي انا عملتها واقلبهم في بعض كده كويس كده يا بنات. تضمني ان هي مش، انا كنت طبعا اول ما ابتديت اعملها كنت فاكره كبده برده دي يعني بعملها برده بس، فكنت طبعا ابص الاقي الكبده وهي في الزيت ابص الاقيها بتتفكك معايا، فما كنتش ببقى عارفه ليه. طبعا بعد كده بقى عرفت ان لازم تضيفي لها البقسماط ويكون هو اكتر من الرده. هي الرده بس بتحطي كده ايه ربع الكميه عشان تديكي ايه النكهه المطلوبه خلاص. بعد بقى ما قلبتها كويس كده هجيب بقى شرايح الكبده اهيت زي ما انتم شايفين، وابتدي بقى ايه اعملها بقى كده واشبعها كويس من البقسماط دوت، عشان هبتدي بقى اقليها. كنا انا طبعا مولعه على الطاسه، حاطه فيها الزيت ومولعه عليها النار وتكون حاميه، بس مش حاميه قوي يعني، ما تعمليش على عين كبيره، انا على العين الصغيره اهو. واعملها كده وابتدي بقى ايه احط في طبق لحد ما اعمل الكميه اللي تكفي الطاسه وايه، واروح ايه ونقليها مع بعض. اجيب تاني واحده تانية اهي كده. والله يا بنات بتطلع طعمها وريحتها والله نفس بتاعت بره بالظبط، ما تقدريش تفرقيها عنها، لا شكل ولا طعم ولا حتى ريحتها. تلاقي الريحه نفس اللي بتجيبها من بره، ولا تكلفنا بقى حاجة ونعملها في البيت وقت ما احنا عاوزين وبراحتنا كده، وما بتبقاش مكلفة طبعا، بتبقى اوفر. الاسعار بره غليت جدا، وكمان ما تضمنيش هل هي كبدة بلدي ولا كبدة مستوردة. تعالوا بقى ايه نعمل كمان واحدة عشان ابتدي اروح احطهم في الزيت اهي. تقعدي كده تقلبيها كويس في الرده عشان تشبع منها الرده بالبقسماط اهي. جربي الطريقه دي كده بالظبط كده الخطوات دي وشوفي بقى وقولي لي ايه رايك فيها.
ما شاء الله ما شاء الله. هتبتدي بصي مش هتجيبيها تاني من بره، وقت ما يبقى نفسك فيها تكوني انت جايبه الكبده مجهزاها من الجزار او عندك في التلاجة، وتطلعيها وتتبليها بنفس التتبيله اللي قلنا عليها وتعملها بنفس الطريقه، وشوفي بقى النتيجه. يلا بينا بقى نحطها على النار ونشوف بقى ايه هنعملها ازاي. وهو يا حبايبي بقى الزيت انا مولعه عليه زي ما قلت لكم. هبتدي بقى كده سمي الله بسم الله كده، وانزل كده بالكبده بتاعتي في الزيت. لسه ما سخنش قوي، استنى عليه كده شويه. كده الزيت ابتدى اهو سخن، هبتدي بقى انزل اهو. وجهز برضو الباقي عقبال ما ده ايه يتحمر، اجهز في باقي الكميه اللي عندي. ونستنى بقى عليها كده، ما نقلبهاش ولا نيجي جنبها لحد ما نلاقيها استوت واحمرت كده من تحت، نروح ايه قلبنا. هنا يا حبايبي زي ما انتم شايفين اهي احمرت، هبتدي بقى اطلعها بفتحها. بصوا جايبه طبق عليه مناديل او ورقه زي ما انا عامله كده، ورقه بيضه، واطلع عليها. زي ما انتم شايفين كده اهي. واطلع بقى عشان ايه احط كميه تاني غيرها واخلصها واوريها. وهي يا حبايبي بقى الكبده بعد ما خلصتها اهي ده، هي زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله. شايفين شكلها عامل ازاي؟ جميله جدا، ومش قادره اقول لكم ريحتها تجنن تجنن والله. ما هتفرقوها لا ريحه ولا طعم ولا شكل عن اللي بتيجي من بره. جميله جدا جدا جدا. ان شاء الله بقى باذن الله تعجبكم الوصفه وهوريها لكم اهي. بصوا بسم الله ما شاء الله. شايفين بصوا بتتقطع معايا بكل سهوله. شايفين السوا بتاعها اهي، وريحتها مش قادره اقول لكم، انا جوعت بصراحه اهي يا بنات. ان شاء الله هتعجبكم قوي قوي، وان شاء الله هتبطلوا تجيبوها من بره بعد كده، هتعملوها في البيت على طول. وان شاء الله ما تنسونيش بقى في اللايك وتشتركوا بالقناه ان شاء الله، واستنوني بقى في وصفه جديده من وصفات فري.